من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. Hello, my name is Chai Xiaoxiang. I'm from China. It's the first time for me to come here. I'm so happy. Before, I just learned Egypt culture from the book, but now here I am. So I have a very deep impression and very happy. So later we will visit all the famous places in Egypt. To visit here and then the Cairo and Aswan and Luxor. So you'll see some famous this interesting place that we will visit too. So hope we can learn more about Egypt. Egypt is very with the long history. It's very full of history. So I think it's very get sharp on it. Happy. Okay, we will go to visit some the Red Sea or wherever. So. اهلا وسهلا بيكم في متحف ركائب الملكيه. اعرفكم طبعا بالمتحف. المتحف انشاه الخديوي اسماعيل، كان مصلحه الركائب الخديويه في 1863. المتحف انشأ على المساحه اللي احنا شايفينها قدامنا ديت،
طبعا ده المبنى الرئيسي للمتحف، اتطور بعد كده في عهد الملك فؤاد وبدأ يضيف ليه بعض المباني الجانبية للمتحف. أنشأ الملك فؤاد أو أضاف عليه حرف الإف. الخديوي إسماعيل أنشأ المتحف لأن المكان ده كان مكان اسطبل الملكي لجلالة الملك أو للخديوي إسماعيل. حب الخديوي إسماعيل يعمل مصلحة للركائب الخديوية خاصة بنقل أو تحركات الملوك والسفراء في وقت حفل افتتاح قناة السويس. أنشأ المتحف حوالي قعد 3 سنين في بناء المتحف. المتحف اتطور بعد كده في عهد الملك فؤاد. في طبعا المتحف طبعا يعتبر ثالث متحف نوعي على مستوى العالم من العربيات الملكية أو خاصة بالحقبة أسرة محمد علي. في بعض العربيات اللي معانا المهمة زي العربية اللاندو والعربية الألاي الخصوصي والعربية الكلش والخاصة بحفل افتتاح قناة السويس، وبعض العربيات الخاصة بتحرك السفراء والقناصل والأمراء والملوك في الوقت دوت. طبعا المتحف معانا فيه حوالي 7 قاعات. القاعات هي قاعة الأنتخانة وقاعة الVIP وقاعة الاستقبال وقاعة الاحتفاليات والمبنى الرئيسي للمتحف. كل قاعة ليها مجموعة عربيات خاصة بيها. طبعا من أهم العربيات اللي موجودة أو العربيات الأساسية هي العربيات اللاندو والعربية الكلش الخصوصي اللي أهداها إمبراطور فرنسا للخديوي إسماعيل في وقت حفل افتتاح قناة السويس. ومعانا العربية الكلش اللي أمر تصنيعها الخديوي إسماعيل في وقت حفل افتتاح قناة السويس، واللي ركبتها الملكة أوجيني زوجة إمبراطور فرنسا في وقت حفل الافتتاح. ومعانا العربية الألاي اللي شاركت في الاحتفاليات الرسمية اللي قامت في مصر على مدار العصور اللي فاتت كلها من أسرة محمد علي، منهم تنصيب الملك فؤاد وتولي الملك فاروق وافتتاح البرلمان وزواج الملك فاروق والملكة فريدة. وكل قاعة ليها طابع خاص بيها وليها مجموعة عربيات خاصة بيها. افتتاح متحف البركبات الملكية يقوم بالافتتاح الأستاذة إيمان حنفي زيدان مساعد الوزير للسياحة والآثار، والأستاذ أحمد علي الصباغ مدير عام المتحف. My name is Shegun, but I'm not here alone. We are all Nigerians, and we are here on a tour to Egypt to understand the rich culture and the tradition of Egypt, and I think it's been amazing so far. Sharm el-Sheikh and this place, just those two. Yes, of course we did this morning actually. It's amazing. We enjoyed it. It's been nice. The people are nice and friendly, at least my tour guide is. And I just want to experience more of the history. Plan in Egypt. Oh, okay, so we are here in the museum now. We'll be going to see the pyramids. Then tomorrow we'll go to Sharm el-Sheikh for 4 days and 4 nights. About the museum, I think you have more historical, like what's different from what we have in our country. So I think it's a good
is a good place to be, and then they can also come to explore. Well, just visited the museum, but I really like the culture. I like Hatshepsut. I learned a lot from her, and something I'll actually read more on, see what I can learn from. The best photo, the two biggest, the king and the queen, the two big pharaohs, those big ones, are the best. Those big statues, the best. I love them, very big. What do I like about Egypt? I love the gold statues. I love everything about it. I love the ancient buildings as well. سحر الطبيعة هروني وسهر وليل غير أي ليل وعيون بتضحك ليك في كل مكان بحر وسمح سحر وخيال على أرض الجمال ما خطرش يوم عالبال Now watch Missy. Now watch Missy. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.